وصلنا لاخر زون معانا في مناطق معدل ضربات القلب وهي زون 5. فوائد كتير جدا للزون دي هنعرفها النهارده. المنطقه الصغيره دي مش كل الناس تعرف توصل لها، واللي بيوصل لها ما بيقدرش يقعد فيها فتره طويله لان معدل ضربات القلب بتكون سريعه جدا جدا. هنعرف ايه هي زون 5 وفوائدها، بس قبل ما نبدا اعمل اشتراك لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بالقناه. انا كريم محمد من قناه يونيك، لو عندك استفسار حطولي في الكومنتس وهرد عليه في اسرع وقت. ويلا بينا نبدا الحلقه. زون 5 بتكون من 90% ل 100% من الماكسيمم هارت ريت. الرينج بتاع زون 5 بيبقى من 90% ل 100% من الماكسيمم هارت ريت. انت في الليفل ده بتوصل لاقصى معدل ضربات قلب ممكن توصله في تمرينه، لا كمان ممكن في ناس تعدي ال 100% وتوصل ل 101%. كمان مدة التمرينة في زون 5 ما بتتعداش ال 40 ثانية، يعني هي من مينيمم 10 ثواني ماكسيمم 40 ثانية، وبعد كده لازم تريح. كمان وانت بتتمرن في زون 5 مش بتقدر تتكلم، ده من كتر النفس اللي انت بتاخده من كتر ضربات قلبك السريعة جدا. زون 5 بنستخدمه عشان نحسن من ال VO2 max او معدل الاكسجين اللي في الجسم، لان ده هيكون مفيد جدا لمجرى الدم في الجسم. كمان انت لما تيجي تحسن ال VO2 max اللي في جسمك فده بيخلي الجسم بيقوم بعمليات امتصاص بشكل احسن، وبيطرد المواد السامة او المواد الضارة اللي في الجسم بشكل اسرع زي ثاني اكسيد الكربون. فتحسين ال VO2 max حاجة كويسة جدا للناس اللي بتجري او بتلعب عجل، وكمان مهم جدا للناس اللي عايزة تخس. انت كمان لما تحسن ال VO2 max فانت بتحسن الاكسجين اللي في جسمك، فبالتالي انت هتقدر تستحمل اكتر في الجيم بعد كده، فده هيخليك توصل لهدفك اسرع من الطبيعي. زي ما قلنا في زون 5 انت مش هتقدر تتكلم، في الحقيقه انت مش هتقدر حتى تفكر، تحس ان بيحصل لك فاصل زمني كده لمده كام ثانيه اللي انت بتعمل فيهم الحركه بتاعتك او التمرينه بتاعتك، فانت ولا هتقدر تتكلم ولا حتى تفكر في اي حاجه، فبالتالي التوتر عندك هيقل لان انت ولا شاغل دماغك باي حاجه، انت بس مركز في الحركه اللي بتعملها، يعني اكنك عملت باور اوف كده لعقلك ومشغل قلبك بس. فهرمون الاندورفينز عندك هيعلى جدا وهتكون مبسوط، ده بجانب كمان شعور الراحه اللي عندك او اللي انت هتحس بيه، لان انت عامل لعقلك شات داون اصلا من المشاكل بقى والشغل واي حاجه مضايقاك بره التمرين. وكمان بعد ما تخلص التمرينه او الكام ثانيه ده يخليك تكمل يومك بطاقه احسن. وده اللي هيوصلنا للميزه اللي بعد كده في زون 5، وهو ان انت بيحصل لك زياده في الثقه بالنفس عندك. فانت بيحصل لك زياده في ثقه النفس عندك في كمال حاجات صعبه، فانت كده خلصت تمرينه ووصلت لنبض صعب جدا مش اي حد يقدر يوصله، فبالتالي هيكون عندك شعور انك تقدر تعمل اي حاجه صعبه حتى لو انت خايف منها او خطره او اول مره حتى تشوفها او تعملها، بس من جواك هيكون عندك ثقه في نفسك انك هتقدر تعمل الحاجه دي مهما كانت صعوبتها، سواء في حياتك الشخصيه او حتى حياتك العمليه. سواء لو عندك ميتنج صعب، عندك شغل مش صعب جدا تعمله، هيجيلك ثقه من جواك بنفسك ان انت تقدر تعمل الحاجه دي من غير اي خوف. وده يعتبر سر من اسرار او ميزه من ميزات زون 5. قيمة زون 5 عالية جدا، فهي مش مختصرة بس على 30 ثانية اللي انت بتلعب فيها، فكمان فوائدها بتبان جدا على الجسم وعلى الشعور كمان وعلى نفسيتك اللي هتتأثر بعد ما تخلص تمرين او تعود نفسك على تمرين زون 5. عشان كده لازم تجرب انك توصل للليفل ده، بس طبعا لازم تكون مهيئ جسمك الاول، نمشيها ستيب باي ستيب عشان نتجنب اي اصابة. لو دخلنا في زون 4 او زون 5 مرة واحدة ممكن يحصل لنا اصابة واحنا مش معودين جسمنا على الليفلز العالية مرة واحدة. برضو زي ما قلنا في فيديو زون 4 هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت، انك لازم عشان توصل لزون 4 لازم يكون معاك حد من قرايبك او مدرب بتثق فيه او حد من صحابك عشان يحفزك انك توصل لزون 4. نفس الكلام برضو على زون 5، اكيد عشان توصل لزون 5 لازم يبقى معاك حد يحفزك في التمرين كمان عشان يديك القوة الدفعة اللي تقدر توصل بيها لزون 4 او زون 5 اسرع. طول ما انت لوحدك صعب جدا انك توصل للليفلز العالية دي وانت لوحدك. لو وصلت لزون 5 40 ثانية بس كده يبقى انت كويس جدا، بعد كده هتضطر ان انت توقف شويه او تريح، فهتلاقي نفسك نزلت على زون 3 او زون 1 او 2. ده عادي جدا عشان تريح، فده طبيعي عشان تقدر ترجع تاني وتكرر نفس التمرينه تاني او تكرر نفس الحركه تاني وتخش في زون 5. فانت لازم لما تدي مجهود كبير او تعلي نبضك اللي هو زون 5 هتضطر ان انت تريح شويه، تنزل لزون 4 وزون 3، بعد كده تدي لنفسك باور تاني او حد يشجعك تاني عشان تطلع تاني لزون 5. ده طبيعي جدا. من فوائد زون 5 برضو ان هي بتعلي من الباور بتاعتك، فانت اصلا بتحاول او انت اصلا وصلت للماكسيمم باور اللي جسمك يقدر يعملها واللي قلبك وصل لها، فانت كده بتمرن نفسك انك تعلي الباور اللي موجود في جسمك. فمثلا لو عايز تشيل حاجه تقيله او حاجه انت بتزقها في البيت تقيله عليك، مع الوقت هتحس بفرق، ده بسبب ان انت بتتمرن زون 5 كتير، تعلي الباور اللي موجود في جسمك، فبالتالي قوتك هتزيد مع الوقت.
لازم او من الافضل بعد ما تخلص تمرين ليفل 5 او زون 5 انك تاخد سكوب بروتين عشان تعوض وتغذي العضله اللي انت اجهدتها طول التمرين. وبرده ممكن تاخد او يفضل انك تاخد كرياتين مع البروتين، ده هيكون كويس جدا ليك. وطبعا ما تنساش انك بعد اي تمرين سواء زون 1 او زون 5 تاخد وجبه متكامله من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحيه. كده احنا اتكلمنا على كل مناطق النبض الهارت ريت زونز كلها، وعرفنا كل زون فيهم ايه فوائدها وايه خطورتها لو احنا استخدمناها غلط. اللي لازم ناخد بالنا منه ان احنا لازم ننوع بين الزونز، محدش ياخد زون لوحدها ويعملها، محدش ياخد زون 1 ويفضل يتمشى طول حياته او طول التمرين، محدش ياخد زون 5 ويفضل يلعب تمرين تقيل طول حياته، ده كده غلط على الجسم سواء لو اقل الزونز او اعلى الزونز. لازم ان احنا ننوع بين الزونز يوم كده ويوم كده عشان جسمك يتفاجئ بالتمرين او بقوة التمرين او شدة التمرين اللي انت تديها له فتاخد نتائج احسن واسرع. وبالنسبة للليفلز العالية زي ما قلنا بينصح ان يكون معاك حد من صحابك يكون ليه في التمرين يعني، او مدرب ليك عشان يحفزك في تمرين ويوصلك للزونز العالية اللي هي زون 4 او زون 5 اسرع. فانا برضو في زون 2 تقريبا قلت ان انت لازم يكون معاك حد من صحابك ان هو يمد معاك او يتمشى معاك، فده عشان ما تحسش بالملل في التمرين، ما تحسش بالملل وانت ماشي. لكن زون 4 وزون 5 المقصود منهم ان انت يكون معاك حد من صحابك او حد مدرب يكون معاك عشان يحفزك وتوصل للزونز العالية اسرع وقت. بس كده، لو عجبتك السلسلة دوس لايك وشير مع اصحابك عشان كله يستفيد، لان دي فعلا سلسلة مهمة جدا وتعتبر من الحاجات المهمة جدا اللي كل لعيب كمال اجسام او كل لعيب اي رياضة يكون عارفها. شير مع اصحابك عشان توصل لهم المعلومة، وانت كمان اعمل سبسكرايب لو لسه مش عامل، واخبط اللايك لو عجبتك الحلقة. ودمتم في رعاية الله.